خصك الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي فتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب، ورفع حجب السرائر وأنار بنوره البصائر، فظهر ما كان محجوب وجلى عرائس الوجود في مرآة الشهود. فمن فهم المقصود بلغ المطلوب، فسبحان من وفق من أراد من عباده، فجاهد في الله حق جهاده، ففاز بنيل مراده حسب ما هو في القول مكتوب. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، قابل التوب لمن يتوب، أحمده حمدا يكفر الخطايا والذنوب. وأشهد أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه على أسرار الغيوب وقربه واختاره حبيبا، فيا نعم المحبوب. صلى عليه الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: من قرأ القرآن وهو صغير أخلطه الله بلحمه ودمه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به قوما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى لأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. به يوصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. هو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. وتحية خالصة إلى كل صيرة الليالي الطوال، تحرس عش أطفال صغار، تربي مولودا صغيرا، ترى فيه أملا قريبا بعيدا، واكتوت بلظى الانتظار اشتياقا واحتراقا. ولربما تضع نصب عينيها مقولة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس: إن المرأة التي تصنع لنا طيارا خير من أن تطير بنفسها. تحية خالصة إلى كل الأمهات. تحية طيبة مباركة وسلاما من الرحمن موصولا بالرحمة. أوصى بك الله مذ أوصت بك الصحف، أوصى بك الله مذ أوصت بك الصحف، والشعر يدنو بخوف ثم ينصرف. ما قلت والله يا أمي بقافية، إلا وكان مقاما فوق ما أصف. يخضر حقل حروفي حين يحملها، غيم لأمي عليه الطيب يقتطف، والأم
تنتمي، كأنما الأم في اللاوصف تتصف. إن قلت في الأم شعرا قام معتذرا، ها قد أتيت أمام الجمع أعترف. وتحية إلى كل امرأة جزائرية مثقفة تسعى بكل جد واجتهاد للنجاح والتفوق في تحصيلها العلمي والثقافي، وتنتظر دورها بشغف لتشارك شقيقها الرجل رحلة بناء الوطن الذي لا نملك سماء غير سمائه. بيديك براعمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال، في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الآمال، وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال، أجيال تتبعها أجيال. من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق، ما ماتت في الأرض الأعراق وجمر مواقدنا حارق، والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصادق. أختاه أعدي للفرسان لمقدمهم خير الزاد، هدي الإسلام ونصرته والبذل وصنع الأمجاد، وجهادا موصولا بالله وحب المبعوث الهادي. أولادك يا أم الأبرار طلائع موسمنا الآتي، فأريهم كيف خلائقهم تزكو في نور الآيات، وأريهم كيف مطامحهم تنقاض بصدق العزمات. ويد واحدة لا تجدي، لا يعمر بيت لولاك، والله بواسع رحمته وجميل هداه يرعاك. وأخيرا أقول سأظل أذكركم إذا جن الدجى، سأظل أذكركم إذا جن الدجى أو أشرقت شمس على الأزمان. سأظل أذكر إخوة وأحبة هم في الفؤاد مشاعل الإيمان. سأظل أذكركم بحجم محبتي، فمحبتي فيض من الوجدان. فلتذكروني بالدعاء فإنني في حبكم أرجو رضا الرحمن. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الجماعة